ايه رأيكم بقى في الجمال والحلاوة ديت؟ احلى صدور فراخ مشوية على الجريل او في الطاسة، للناس بقى اللي عايزة الحاجات الخفيفة كده في الصيف، والناس اللي بتعمل رجيم. يلا بينا ندخل على الوصفة. اهلا بيكم بقناتي وصفة شيماء، وحشتوني قوي قوي قوي. يلا بينا كده نشوف النهاردة الوصفة بتاعتنا بتتكلم عن ايه. بتتكلم عن صدور الفراخ، وازاي هنشويها بتتبيلة حلوة جدا، وتنفع للي بيعملوا دايت، تنفع للي عندهم السكر، تنفع للي بيقللوا اكلهم، اللي عايزين حاجة خفيفة، مش عايزين مقالي والكلام ده. فيلا بينا نشوف هنعملها ازاي. متنسوش اللايك والشير والكومنت الجميل، وشيروا كده لاصدقائكم وحبايبكم. هنا بقى بغسل كده صدور الفراخ، بغسلهم بالجنزبيل والدقيق، وممكن كمان عصرة ليمون. يبقى انا بغسل صدور الفراخ ازاي؟ بحط جنزبيل على دقيق على عصرة ليمون، وافضل ادعك كده في الفراخ لغاية لما الصدور تنضف وتبقى ريحتها حلوة زي ما انتوا شايفين كده. ما بحطش خل عشان ما يهريش صدور الفراخ، لان هي ملمسها طري وناعم، فلو حطيت خل بيهري قطعة الفراخ. خلاص. هنا بقى هشطفها مرة واتنين وتلاتة من المحلول، او من المحلول اللي انا غسلته بيها، اللي هو الدقيق والجنزبيل والليمون. هشطفها مرة واتنين كده كذا مرة، وبعد كده احطها في المصفى تتصفى. ويلا بينا نعمله تتبيلة صدور الفراخ المشوية. خلاص. يلا بينا. هنا معايا نص معلقة كاري، نص معلقة كركم، نص معلقة جنزبيل، نص معلقة قرفة، معلقة توم باودر، معلقة بصل باودر، نص معلقة حبهان أو ربع معلقة حبهان، هي من معلقة الشاي، على كوباية لبن. أي توابل عندك عايزة تضيفيها ضيفيها. عندك السبع بهارات، ممكن تستغني عن ده كله وتحطي السبع بهارات. هنا حطيت ملح وفلفل، حطيت كمون، حطيت كزبرة ناشفة، حطيت حبة شطة، حطيت بابريكا، حطيت كاري وكركم، وحطيت نص معلقة توم على نص معلقة هريسة شطة من معلقة الشاي. يا جماعة هقول لكم تاني التتبيلة، بس حطوا نص معلقة هريسة شطة كده من معلقة الشاي، مش معلقة الأكل الكبيرة، معلقة الشاي. اهو زي ما انتوا شايفين كده. وهقلب بقى الخليط ده كله، اللي هو عبارة عن وعصرة ليمون، معلقة خل. يبقى انا هقول لكم حطيت كوباية لبن، عليها توم باودر، بصل باودر، حبهان، كاري، كركم، جنزبيل، قرفة، نص معلقة توم باودر، معلقة توم باودر، معلقة بصل باودر، نص معلقة توم، نص معلقة هريسة شطة، زي ما انتوا شايفين كده، ومعلقة خل وعصرة ليمونة. وهسيبها بقى في التتبيلة كده تتبل براحتها، زي ما انتوا شايفين. محطتش بصل، محطتش طماطم، محطتش الكلام ده. التوابل اللي انت حابة تحطيها حطيها، انا مش بربطك بنوع توابل معين. خلاص. هسيبها بقى في التتبيلة ترتاح. ويلا بينا نروح على الطاسة اهيت. هنضفها بقى من التتبيلة ديت، كنت حطاها في التلاجة لميعاد الاكل. هشيلها بقى من التتبيلة دي انضفها، وحاطة هنا الطاسة. لازم تكون كده طاسة تيفال او رخام او سيراميك المتاح عندك. وهبتدي بقى انضفها من التتبيلة، والطاسة تكون سخنة جدا جدا جدا. يعني ايه؟ انا باكد لكم اهو، الطاسة تكون سخنة جامد. وهبتدي انزل بالفراخ، بصدور الفراخ ديت اهيت بتتشوى كده، بشويها بدون اي نقطة زيت. خلاص يا حبايبي. متنسوش اللايك الشير لأصدقائكم وحبايبكم. عرفوهم على قناتي وصفة شيماء عشان أقدر أقدم لكم وصفات أكتر وأكتر. واكتبوا لي إيه رأيكم في الكومنتات في الوصفات اللي أنا بنزلها لكم. الوصفة ديت للي حابب يبقى عامل رجيم، للي حابب يقلل من أكله، اللي حابب حاجة تكون مش مقلية، أهو زي ما انتوا شايفين. كل ما واحدة تستوي بروح شايلاها وحاطة مكانها. لازم الطاسة تكون سخنة جدا جدا جدا. اهو ببتدي اقلب فيها اهو، زي ما انتوا شايفين. عايزين تحطوا عليها اي صوصات برضو زي ما انتوا حابين. يا رب عليك صلاح الحال. ما تنسوش بقى نصلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ذكر النبي كده يفضل في بقنا على طول واحنا بنعمل الوصفة الجميلة دي، عشان تزداد حلاوة وطعمها يبقى احلى واحلى. هنا ابتدت تستوى اهيت. كل حتة ما تستوي هطلعها واحط غيرها.
انضف مكانها كده في الطاسه واروح حاطه غيرها اهو كده. متنسوش بقى اللايك والشير لاصدقائكم وحبايبكم اهوت، ان شاء الله هتعجبكم. ممكن اقول لكم تاني المقادير، او رجعوا الروتين تاني لو معرفتوش المقادير بتاعتها ايه كويس، وراجعوها واعملوها بدقية تامة. هنا بقى اهي تبصوا الفراخ عملت معاها سلطة خضرة كده مكونة من خيار وبقدونس وطماطم ورز اصفر. اللي حابب طريقة الرز الاصفر يكتب لي في الكومنتات وانا انزلها لكم. وده كان طبق صحي، وجبة صحية غدا، مكون من 6 معالق رز وطبق سلطة و3 قطع فراخ. طعمه حلو جدا جدا ومناسب للي بيعمل رجيم او اللي عايز وجبة صحية. متنسوش اللايك والشير والكومنت الجميل. واللي مش عايز ده كله وبياكل اكل عادي، ممكن تعمليها وجبة ايه مختلفة عن البانيه تماما، هتلاقي طعمها حلو جدا. متنسوش اللايك والشير، وفي رعاية الله ومع الف سلامة. يا رب تجربوا وصفتي وتكون عجبتكم.